ازاي تكسب حسنات وانت شغال ايا كان الشغل بتاعك، شغال صنايعي زينا كده او شغال في اي مجال؟ اولا يا جماعه الشغل ده سواء كان يعني مجهود بدني وعضلي زي شغلنا او اصعب من شغلنا او مجهود اسهل كتابي او مكتبي، احتسب الشغل. يعني احتسب الشغل، يعني انت بتتعب علشان تاكل عيالك بالحلال. فانت اول اليوم وبدايه الشغل كل يوم نقول اللهم اني احتسب ذلك عندك، وربك كريم. ربنا هيديك على الشغل ده اللي بتشتغله علشان تكسب منه رزق حلال، هيديك عليه حسنات، فهتلاقي حسنات يوم القيامة إن شاء الله أنت ما كنتش عامل حسابها. والاحتساب مش بس في الشغل ده، أنت تقدر تحتسب أي حاجة، أي حاجة تحتسبها، أي عمل تعمله تحتسبه. ثانيا لو شغلك يسمح زينا كده ممكن تشغل قرآن في الخلفية بصوت واطي. طبعا مش هتعمل دي وتاخد سماعات، لا، قرآن تمام بصوت واطي، هتسمع بلوتوث 150 جنيه وهتشغلها وهتسمع انت والناس اللي معاك، وهتاخد حسنات اجر السماع